الزمالك بتفوز على فاركو 1-0 بماتش ضياع الفرص للزمالك، استحواذ تام للزمالك. فريق فاركو ما جاش، اتطرد منه كمان لاعب. فريق فاركو من اضعف فرق الدوري. الزمالك كان عنده رعونة في اخر اللمسة الاخيرة، معرفش يستغلها، ما جابش غير جون واحد وكانت غلطة من الدفاع. كمان في دفاع فاركو دفاع ضعيف جدا، يعني كان هيئ كرة للزمالك كان يجيب الجوان، بس الزمالك كانش عارف يجيب الجوان النهارده. كمان كان عندي مشكلة في الماتش، انا كنت بنام في الماتش مش عارف بسبب ماتش كان رخم، ولا كان المدرب اللي هو معلق المباراة كان منيمني معلق غريب بينيم الواحد، مش عارف، مش زي المعلقين التانيين، معلق مش مخليني على طول نايم. فالحمد لله ان الماتش خلص بفوز الزمالك 1-0 وبيتصدر الدوري على حساب فاركو. احرز الهدف شيكو بنزا في الدقيقة 48 بعد ما جات له الكرة متقشرة من دفاع فاركو، بعد ما كان شاطها اسمه ايه المهاجم البرازيلي بتاع الزمالك ده، ايفينا. وكده بيفوز الزمالك 1-0 على فاركو، وبيتصدر الدوري منفردا ب10 نقط كمان بعد ما تعادل المصري مع حرس الحدود في الدقايق الأخيرة 1-1. بدأ التهديف للمصري منذر الطمين اللاعب الجزائري في الدقيقة 18 كده، جاب جون كريم بامبو برضو للمصري بس اتحسب اوفسايد. وفي الدقيقة 90 من ضربة جزاء بيحرز الهدف محمد أشرف فروقه، وبيتعادل حرس الحدود مع المصري بيبقى المركز التاني بنفس نقط بتروجيت أما ب8 نقط. أما الماتش التالت كان في ماتش النهاردة الساعة 6، كان بين سموحة وكهرباء الإسماعيلية، وسموحة بتفوز على كهرباء الإسماعيلية 2-1 بهدف سامويل أميدي في الدقيقة الثامنة. بعد كده علي سليمان لكهرباء الإسماعيلية بيتعادل في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 90 عبده يحيى بيجيب الجون التاني للسموحة وبيخلص الماتش 2-1 لسموحة. أعتقد ده برضو أول فوز لسموحة، أيوة أول فوز لسموحة. وكهرباء الإسماعيلية لغاية دلوقتي ما كسبتش ولا ماتش، وخسرت 2 وتعادلت ماتشين. ده كان كل حاجة النهاردة في الدوري المصري.